حماد. ايه حماده وزفت. ما تقول لي يلا يا بنتي قلت لك انا هموت من العطش، ما تصحيش غير ساعه الاذان يا بنتي. يا ابني، ما الاذان اذن، قوم يلا. كلامي جد؟ اه والله. اوعي تطلع بتهزر. لا، لو لسه الأذان العصر أذن. هتزعلي مني اقسم بالله. لا مش بهزر والله. فيه وبعدين اكل اللي انت حطيتيه انا مش شامم ريحه لحمه ولا سمك ولا اي حاجه يعني. هو احنا مش لسه واكلين لحمه امبارح؟ قوم بس، ده انا عامله لك حته مفاجاه هتعجبك. انت عامله لي مفاجاه؟ اه. يا خوف يلا من بقى. مفاجاتك. ماشي. تعالى يابا يلا. جيب يابا. خد يلا اشرب علبه سوس. بحب عرق الصوص، ما بحبوش. بحب عرق الخنافس. انت ايه اللي انت عاملاه ده؟ في اكل تاني هتقومي تجيبيه يعني؟ هو ده الاكل وبعدين احمد ربنا. الحمد لله كده حلو. فين يا بنت اللحمه يا بنتي؟ مش قلت لك يا بنتي اكل باقي من امبارح هنرميه؟ يعني ده كمان ولا باقي من نمشي امبارح؟ عليه؟ يعني ده كمان باقي من امبارح؟ اه. لا اله الا الله. انت شايف ان ده افطار يضرب جنا يعني؟ ينفع الله وكيلك؟ نحمد ربنا وبعدين لما نزوج يوم يعني في رمضان. نزوج يوم؟ اه. لا اله الا الله. كل فين الميه طيب؟ اجيب لك ميه حاضر. قوم. يا لهوي، مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ خير، اللهم اجعله خير. مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ابو ايه يوسف؟ رايك في المفاجأة دي؟ مفاجأة حلوة والله. والله من أول رمضان وأنا ناوي أعزم نفسي عند حمادة ابن خالتي، بس هي الظروف، فلقيت نفسي فاضي النهاردة وقلت أجي كده من غير تليفون، أو علشان ما تكلفوش نفسك. حمادة ابن خالتي فين؟ تعالى يا ابو يوسف. جاي لك يا ابن خالتي أهو. ابن خالتي. تعالى يا أبو عمرو. ايه رايك في المفاجأة دي؟ فجر زي العسل. حبيبي. أنا ناوي إن أنا أعزم نفسي عندك، قلت أجي كده خليها بظروفها والجودة طب ما بالموجود. كلمتنيش ليه؟ طب كنت عملت حسابي. تعمل حسابك ايه يا جدع؟ عيب عليك. احنا متربيين مع بعض واحنا صغار واحنا غراب، احنا اخوات يا ابني. الجوده بالموجوده بقى. الجودة بالموجودة يا عم. يا عم ايه؟ المحشي ده حلو والله، مش وحش يابا يعني. زي العسل. ورز الله. حلو، رز لسه سخن. كل بطاطس. ربنا يوسع عليك. حط لك بطاطس هنا. لا يابا كل. انا هاكل اهو بسم الله. هشوف عصير في المطبخ ولا ميه ولا هجيب لك اي حاجه. طب كل الاول. لا طيب كل بس انت البيت بيتك، انت افطر يابا. طيب يابا، افطر. مش اقسم بالله انا غريب. فرحان موت انك جيت لي النهارده. حبيبي يابا ربنا افطر. يوسع عليك. يا لهوي اعمل ايه؟ يا لهوي اعمل ايه؟ مش عارفه اعمل ايه. ينفع؟ يا لهوي معلش، مش تزعل مني. وراح يعني بالله عليك ينفع؟ لا مش ينفع. تعالى معلش. كان جد حاسس، قلت لك اعمل لي لحمه ولا فراخ. ده ابن خالتي، لو جت في حد غريب كنت اعمل ايه؟ ما انا مش هقصد والله. طب امال ايه؟ طيب يعني ايه ما تقصديش؟ مش فاهم اعمل ايه؟ اصرفها فين دي يعني ولا اروح بها فين؟ معلش انا غلطانه والله. يعني ايه غلطان؟ اعمل ايه انا الراجل ده دلوقتي؟ اعمل له ايه؟ معلش. يعني حتى لو قلت لك اطبخي ولا اعملي حاجه مش هتلحقي، وانا ما اعرفش يعني. هو المفروض كان يتصل قبل ما يجي، دماغه جابته كده ازاي؟ انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. ماشي، ما هو ابن خالتك برضه مش غريب عنك. ما هو يعني. ابن خالتي مش غريب، ده اخويا، بس انا من جوايا هو بالنسبه له مش فارقه، انا من جوايا مكسور. والله العظيم وانا الاخرى ما عارفه اعمل ايه. يعني أنا اصرفها بفلوس فين؟ هدومي بقول لك وخلاص. ايه، انت بقالك يومين انا حاسس ان انت مش مظبوطه اساسا كده، وسايق العوج ومش ما تسمعيش الكلام. انا قسما بالله لولا الضيف انا كنت مشيتك، وبعدين لولا الضيف ليه ما حدش له حاجه عندي. تعالي طب روحي استنى افطري بس، عندهم. استنى بس ليه بس؟ عشان انت ما بتسمعيش الكلام، هي طالبه معاك ان انت تفطر عند امك. طب والله انا عرفت إن ماليش أنا فيه، غلطانة. انا ما حد مش بالله غلطان عليك. ولا انا غلطان، انا عارف، بس هي جت فيك انت، بقى لازم حد يلبس في الاخر. يلا افطر عند امك. ايه يا ابني في ايه؟ يلا. مفيش حاجه يا ابو يوسف. ايه يا عم؟ مفيش حاجه. مفيش حاجة ايه بس؟ كل بس كل خطوه عزيزه الله ابن خالتي. اشرب على يا عم. السوس. يا عم انا عملت لكم مشكلة يا عم. كل ولا إيه؟ بطاطس. طيب لا يا عم انت بقى لها يومين كده، انا حاسس انها مش في حاجه يعني، في حاجه غلط، فقلت هي بقى نصيبها بقى تمشي. لا صحيح. والله انت مش سبب في اي حاجه، هكدب عليك. ما هو انت لو سبب في مشكله انا هقول لك ان انت سبب في لا حول مشكله. ولا قوة الا بالله. بقول لك يا اخو، انت ما اتعودتش ان انا مش عارف اكدب عليك اصلا. احنا من واحنا عيال صغيره واحنا اخوات واصحاب طبعا. واولاد خاله، صح؟ طبعا. انت السبب المشكله. انت السبب المشكله. انت راجل انت مش غلطان، انت تقصد خير انك ما تكلفنيش. بس انا بالنسبه لي يا عم، افرض انا ما عنديش اكل اساسا، كان هيبقى شكلي قدامك ايه؟ انت بالنسبه لك عادي، جوده بالموجوده. انا بالنسبه لي انت ممكن تكسرني، ما فيهاش حاجه. قول لي انا جاي وما تعمليش حاجه، انا هاكل عيش وجبنه، بس ابقى ساتر نفسي قدامك. ولا ايه؟ لا صح. قول انا جاي، قول انا جاي. هي مشكله زي كده ممكن تخرب بيت. مش كل المخاخ زي بعضها، واحد عقله عاقل وكبير وبفكر، واحد لا، هيضرب ويفش غله في اهل بيته وهيمشيها. يا عم انت تقصد خير، انت عايز تطب عليا يوم في رمضان جاي لي، فانا مش هكلمه عشان ما يكلفش نفسه. افرض انا اليوم ده ما عنديش اكل، هاكل مخلل انا وعيالي.
انت بالنسبه لك عادي، انا جيت وشفتك واحنا اخوات والدنيا جميله، انا بالنسبه لي هبقى مكسور. حاجه من الاثنين، هفش غلي فيك انت في اهل بيتي وامشيها. حد هيقول لي ايام زمان كانت البيوت واحد والبيوت منفضه على بعضيها وكانت الناس بتفطر والبيبان مفتوحه. ايام زمان كان في ولاد اصول، ما كانش حد بيطلع بره يجيب سيره حد. النهارده اقرب ملك لو جه عندك وكان مخلل والله هيطلع بره ما هيستر. ايام زمان ماشي كنت تخش على اي حد من غير ما حد يعزمك او من غير ما تتصل وتقول انا جاي، عادي البيوت واحد، كانت البيوت بتستر، كان في ستره. النهارده لا. بص يا اخويا بالله عليك، لو انت هتجيب معاك 11 سنه طول الشهر طول السنه اعمل فيهم اللي انت عايزه، بالله عليك شهر رمضان لو انت عايز تيجي تفطر مع اخوك يوم عرفني، وانا اوعدك انا مش هكلف نفسي، بس ابقى عارف انك جاي، حتى ابقى مستور قدامك يا جدع. في مشاكل كتير بتحصل بسبب حته زي دي. انا هروح افطر عند اخويا، هروح افطر عند اخته ومش هعرفها، هخش عليها موجوده بالموجوده. يا عم عرفها، يمكن في حته لحمه في الثلاجه فرخه هتعملها لك يا عم هيستلف عشانك، مالكش فيه، بس حتى استر البيت اللي انت رايح له، قول له انا جاي، قول له يا عم انا كاشف وعندي قولون ما باكلش لحوم، هاكل عيش وجبنه، بس عرفه انك جاي. اليومين دول انت بتتكلم في ايه؟ اليومين دول محدش بيستر على حد، اليومين دول الناس بتروح الافراح يبقى عندك فرح عامل وجبات وجايب طباخين ومكلف، ويجي واحد ياكل وجبه يقول لك ده حاطط في الوجبه 4 صوابع محشي بس، لا احط لك كرومبه في الوجبه عشان تسترني قدام الناس. شهر رمضان بالله عليك هتروح لاختك، هتروح لابن خالتك، هتروح لابن عمتك، لواحد صاحبك، معلش تعالى على نفسك عشان اخوك، عشان انت ممكن بعد ما تطلع من البيت تحصل مشكله. اتكلم وقول انا جاي، ما فيهاش حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.